عليه أن يترشح، لأن الشعب بينادي به في كل مكان نروحه. وأنا بلف في أنحاء مصر كلها، النداءات من الفلاحين، من عمال، من في الشارع، من النساء، من كله السيسي. ومع ذلك الرجل لم يحسم أمره بعد، عنده وقت، وقد يحسم أمره في ظرف قد يرفض يعني في النهاية أن يترشح للرئاسة. عندها ما هي الأسباب التي تمنعك؟ لا شوف، احنا الآن في إطار مفهوم قائم أن الفريق السيسي ينظر بإيجابية نحو الترشيح. أنا ما عنديش معلومات أنه هو قرر وإمتى هيقرر، إنما الظروف كلها بتؤدي بنا إلى الاعتقاد أنه سوف يقرر الترشيح. إذا لم يقرر فإحنا هنكون وصلنا إلى نقطة نعالج الأمر عندها، لأنه الأمور بتتغير. الباب إذن ليس مغلقا أمام ترشيحك؟ لا، الباب مفتوح فقط نحو ترشيح الفريق السيسي إن شاء الله، لأن أرى أنه أمر ضروري. إنما كل مواطن مصري له أن يترشح إذا أراد، إنما الإرادة كلها الشعبية الواضحة المعبر عنها بكل الطرق بما فيها الأغاني زي ما أنت عارف. هم عايزين فريق السيسي. لا أعتقد أنه هو سوف يترك الناس تطلب وتنادي وتناشد ثم لا يستجيب. بتقييمك، لا، أنا أعتقد أنه سوف يستجيب كسياسي مخضرم، تقييمك لتولي الفريق السيسي إذا ما حدث لمقاليد الحكم في البلاد، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على صورة مصر الدولية عندما يترأسها مرة أخرى رجل قادم من المؤسسة العسكرية في ظل كل الحديث منذ الثورة عن مسألة ديمقراطية الدولة؟ شوف، ما دام بتقول رجل قادم من المؤسسة العسكرية، زي رجل قادم من المؤسسة القضائية، زي رجل قادم من أي مؤسسة أخرى، المهم أنه هو سوف يترك منصبه وبدلته العسكرية ويصبح قائدا سابقا أو ضابطا سابقا. ودي مسألة يعني شفناها في العالم كله، ضباط سابقون رأسوا أعتى الدول الديمقراطية، فلماذا لا يرأسوا دولة يعني بتسير بثبات نحو الديمقراطية؟ ألا يعزز ذلك من فكرة الانقلاب التي يروج لها معارض النظام القائم حاليا؟ سيبك موضوع الانقلاب مش انقلاب، دي كانت ثورة. وأنا أعتقد بصفتك راجل عربي تابعت الشعور في مصر. الشعور في مصر كان واضح جدا. مصر لا تستطيع، لم تكن تستطيع أنه تستمر عاما آخر بطريقة الحكم اللي كانت موجودة. طريقة الحكم اللي كانت موجودة كانت طريقة الحقيقة لم ترتفع إلى مستوى الأحداث ولا إلى مستوى متطلبات بلد في أزمة. بلد في أزمة. فالوضع اللي انت شفته في الشوارع، شوارع مصر كلها احتجاجا على حكم، على طريقة حكم الدكتور مرسي وحكومته، وهل خرجت هي دي مصر اللي من أدت الأزمة إلى الآن؟ سقوطه. وهل خرجت مصر من الأزمة الآن؟ لا، إنما احنا بنخرج الآن، بنخرج. هي لم تخرج بعد، ولكن الطريق أصبح واضحا. في وقته، وقت مرسي، كانت لم تخرج بعد، ولكن بعد في هذا الوقت، ولكن الطريق كان مغلقا، الطريق كان ضلمة. الآن على الأقل في دستور انكتب، ودستور هيتم الاستفتاء عليه، انتخابات رئاسية قادمة في ظرف محدد، في تاريخ محدد، في إطار زمني محدد أقصد، ثم الانتخابات الأخرى البرلمانية، وبالتالي في ظرف 6 شهور طبقا للدستور يكتمل هذا الوضع.